إلى موضوع آخر، حيث استبشر سكان المناطق الجبلية في شمال الدولة بأمطار الخير التي تعد موسم خير لزراعة الوعوب بالقمح والبر. والوعوب هي أراضٍ تتميز بتربتها الصالحة للزراعة في المناطق المنبسطة من الجبال والتي تسقى بمياه الأودية. نعم، فيما لا يزال مواطنو تلك المناطق متمسكين بهذا النوع من الأسلوب القديم في الزراعة. أحمد الطنيجي يرصد من خلال التقرير التالي هذا النوع من الزراعة التراثية في جبال رأس الخيمة. جادت السماء بخيرها في موسم الشتاء هذا العام، وارتوت الجبال والأودية مرات عدة، فتحولت المناطق الجبلية في إمارة رأس الخيمة إلى مراعي خضراء غاب مشهدها منذ سنوات. أمطار خير استفاد منها سكان المناطق الجبلية لزراعة المناطق المنبسطة في أعالي سفوح الجبال، والتي يطلق عليها محليا الوعوب، فتسقى بتحويل الأودية إليها، وتعد تربتها قبل ذلك لزراعة القمح أو ما يسمى محليا البر أو الحب. في منطقة وادي شعم أقصى شمال رأس الخيمة استبشر هذا المواطن من أمطار هذا العام، فأعد وعبه وجهزه مع تباشير هطول الأمطار، فروته الأودية لأكثر من 8 مرات، فكان أن أنبتت سنابل القمح ليمضي وقته هذه الأيام في هذا الوعب، متفقدا زرعه حتى يحين حصاده. زراعة القمح والبر هذا عيشة آبائنا بالسابق وشوابنا، ونحن لازلنا محافظين على هذه المهنة. وأنا حقيقة ربما يكون 15 سنة أو أكثر أني محافظ على هذه المهنة. أزرع زراعة القمح والبر في عندي في الوعوب المخلفة علي عن شوابي، وهذه بالنسبة لنا نحن يعني مثل ما تقول تراث آبائنا وأجدادنا، فنحن واجب علينا أن نحافظ على هذه المهنة. صحيح ولا لا؟ ليش؟ أساسا الحب ننتفع منه، ربما أن شيء نخزنه عندنا في البيت ونطحنه، ممكن نسوي خبز السفاع، والباقي يمكن أن نحصده ونخليه للسنة الجاية. هي عادة ظل أهل المنطقة متمسكين بها، إذ أنها جزء من عاداتهم المتوارثة، لكنها شهدت في العقود الماضية انصراف بعضهم عنها لظروف عدة، أهمها شح الأمطار التي تعد العمود الأول لتلك الزراعة، فضلا عن وعورة الوصول إلى الوعوب وسط الجبال، لكن أهلها عادوا إليها اليوم متعطشين لهذا الأسلوب من الزراعة التقليدية. البر استخداماته كثيرة، منها للأكل ومنها يستخدم الأكلات الشعبية القديمة، وفي جزء منه يروح للماشية. ففي فترة من الوقت الناس تركت هذا الشيء. ليش؟ لأنه ما في طرق أو مثلا بنية تحتية توصل لها للمكان نسبة لوعورته يعني. لكن بمبادرة سيدي صاحب السمو رئيس الدولة الحمد لله سوى الشوارع الحديثة والجسور، فهي اللي ساعدت على أن الناس تعود لهذا الشيء. يحين قطاف السنابل الذهبية مع بداية شهر إبريل، ويركز السكان على زراعة البر من إنتاجهم المحلي، وتتم عملية الحصاد وتصفية السنابل لاستخلاص حبوبه التي يطحن بعضها لاحقا، وبعضهم ما زال متمسكا باستخدام أداة الرحى في ذلك، في صورة تعكس تمسك هذا الجيل بماضي آبائه وأجداده. على الرغم من تطور أوجه الحياة كافة، فإن أبناء المناطق الجبلية لم يتخلوا عن رمز من رموز حياة الماضي التي خلفها الأجداد، وحتى يحين الربيع سيكون الموعد مجددا لحصاد موسم كان خصبا على أهل هذه المنطقة. أحمد الطنيجي، قناة أبو ظبي، رأس الخيمة. في الصفحة الاقتصادية بعد الفاصل تتابعون: الإمارات ثالث أكبر المستثمرين الدوليين في مصر بما يزيد على 4